وبعدما قمت بخلط جميع المكونات جيدا كما تلاحظون حصلت على خليط يكون متجانس وقوامه كريمي. بعد ذلك سنضيف المكون الأخير في هذه الوصفة. سنحتاج إلى المكون الأخير وهو الزبادي الطبيعي أو الياغورت الطبيعي. سنحتاج منه ملعقة كبيرة من الزبادي، سنقوم بإضافتها وبعد ذلك سنقوم بخلط جميع المكونات جيدا. وهذه هي مكونات هذه الوصفة، كما لاحظتم معي كلها مكونات سهلة وبسيطة جدا جدا. سنضيف ملعقة كبيرة من الياغورت أو الزبادي الطبيعي ونقوم بالخلط جيدا. بالنسبة لنشاء الذرة، إذا لم يتوفر لديكم نشاء الذرة فيمكنكم تعويضه بملعقة كبيرة من الأرز، دقيق الأرز، على حسب المتوفر لديكم في البيت. سنضيف ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي ونقوم بالخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وكذلك يكون قوامه على شكل كريم. كما تلاحظون بعدما قمت بخلط جميع المكونات حصلت على هذا القوام، كما لاحظتم معي قوام كريمي. بعد ذلك سأريكم طريقة استعمال هذه الوصفة، سأقوم بتطبيقها على يدي لكي أريكم طريقة استعمالها. فبالنسبة لهذه الوصفة، أولا قبل استخدام هذه الوصفة يجب عليكم تنظيف بشرتكم جيدا بغسولكم اليومي، وبعد ذلك قوموا بفرضها على بشرتكم بوضع هذه الوصفة على كامل بشرة وجهكم مع تفادي محيط العين. إذا كانت بشرتكم حساسة فجربوها على جزء صغير من وجهكم، مثلا قرب الأذن. إذا كان هناك احمرار فلا تستخدموا هذه الوصفة. إذا كان الأمر طبيعيا فيمكنكم استخدامها على كامل الوجه. وأيضا هذه الوصفة فهي تعمل على تضييق وتصغير المسامات عندكم. عجبكم الفيديو وأنا ألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد، وشكرا لكم أحبائي على المتابعة.